قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار. فإن قالها 3 مرات أعتق الله 3 أرباعه من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. يا جماعة، لما ننظر إلى حديث بسيط زي من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. واحد يمسك السبحة سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده، يخلص 100 مرة في 3 دقايق، وكده بقى ايه كل اللي انا عملته النهارده انزاح وانمسح. الكلام ده ينفع كده؟ بالطبع لا. ما كانش حد غلب. لكن امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان يقال هذا الذكر باعتقاد ليمحو. مش الحديث ان رجلا اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي